احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. ماتش خلص 6-0. مش عارف، مش ده المنتخب اللي وصل دور نصف النهائي، مش ده المنتخب اللي لعب بقوه قصاد فرنسا وكان كسبان، مش دي اللعيبه اللي احنا عارفينها، مش ده الناس اللي فرحتنا. طيب هتقول لي ما ايه اللي حصل؟ إيه اللي حصل عشان احنا نخسر من المغرب 6-0؟ ده احنا اللي لعبنا اللي اقوى منهم يعتبر، احنا اللي لعبنا اللي وصل لنهائي البطوله. احنا ليه كده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللعيبه نزلت ارض الملعب وهي عندها احباط من الخساره من قصاد فرنسا، حاسين بالظلم. المدرب الفني ما يقدرش يشيل النقطه دي من عند اللعيبه نازله ارض الملعب حاسه ان هي كانتش تستحق ان هي تلعب هنا، لا هي تستحق اللي تبقى في النهائي، وهم كان عندهم حق في كده. لكن اللعيبه نزلت ارض الملعب اولا عندها احباط، ما كملناش 10 دقايق زيزو طلع بره الماتش باصابه، زاد عليهم الاحباط. بعدها بدقيقتين من جبهه زيزو دخل فينا جون، بعدها دخل فينا جون تاني، اللعيبه ماتت. انا بادئ الماتش عندي احباط، يجي اللاعب اهم لاعب عندي، يعتبر تاني اهم لاعب عندي بعد النني، يجي اهم لاعب ولا تاني لاعب عندي يتصاب ويطلع في بدايه الماتش يعتبر، يجي بعديها بدايه 3 دقايق ولا دقيقتين يخش فيا جون، بعديها على طول جون، لسه ما وقفتش على رجلي بعدها على طول جون. خلاص بخ. وانا نازل ارض الملعب وانا اساسا حاسس بالظلم واللعيبه عندها احباط اساسا، ويعتبر مش هقول لك مالهاش نفس تلعب المباراه، بس حاسه بالظلم يحصل كل دوت في خلال ربع ساعه. هل دوت ناس يقدروا يقفوا على رجلهم؟ لا. وتاني حاجه دي لعيبه شباب ما عندهاش الخبره اللي تقف على رجليهم. تاني حاجه النني ما يقدرش يفوق كل دولت. انا مش جايب الظلم على حد، لا انتوا لعيبه قدمتوا كل اللي عليكم، عملتوا كل اللي عليكم. احنا لو هنتكلم على حد ولا نقول ده الغلطان فهيكون اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي يعني ما عندوش اي شخصيه. الاهلي انا مش بسخر الدنيا على الاهلي، بس الاهلي منتخب احنا عايزين كذا، الاهلي قال له لا مش هديك لعيبتي. يا بيراميدز احنا عايزين ده، لا مش هديك لعيبتي اصل انا بنافس واصل انا كذا وده انا اصل كذا. راح انا عايز مصطفى محمد صلاح، لا انا عايز مصطفى محمد، لا. يعني المنتخبات التانية اي منتخب طلب لاعب اخده، اي منتخب طلب لاعب اخده ما عدا منتخب مصر. منتخب مصر راح باتنين بس فوق السن، اتنين بس فوق السن، انت فاهم حاجه؟ فلو هنتكلم على حد ولا هنظلم حد فاحنا نظلم اتحاد الكوره ونتكلم على اتحاد الكوره، ومش هنظلمه كمان، احنا كده ما ظلمناش، احنا كده بنطلب حقنا. احنا ما فيش ظلم لاتحاد الكوره. اما منتخب الشباب الاولمبي انتوا رجاله، انت قدوا المسؤوليه، انت عملتوا اللي عليكم، ورب تكون بالخساره الكبيره اللي يعني مش عارف اقول عليهم هنا لمنتخب مصر، بس كده انتوا عملتوا اللي عليكم، وانا فرحان بيكم ورب يكون فرحان بيكم، واللي جاي ان شاء الله كله خير. انا مش عايز حد يتريق على الرجاله ديت، ولا حد يقول لك اصل بص محمد شحاته كان غلط الجوله دي او اصل ده غلط. مفيش حد غلط النهارده، مفيش حد غلط، انت عملتوا اللي احنا كناش متوقعينه. انتوا قد المسؤوليه، انتوا رجاله اقسم برب الكون. ولو في حد غلطان فهو يبقى اتحاد الكوره مش انتوا، ولو حد برضه غلطان فهيبقى الظلم اللي انتوا تعرضتوا له في ماتش فرنسا وقبله. فهارد لك ليكوا يا رجاله، انتوا قد المسؤوليه والله العظيم، وهارد الف يعني مش عارف اقول لكم ايه، والله اقول لكم الف مبروك على الاداء اللي انتوا شرفتونا بيه، ولا اقول لكم ايه، بس انا فرحان بيكم. والخساره الكبيره ديت انا اعتبرتها اساسا ما جاتش، ان احنا نازلين ماتش مش فايقين، وغلط ده غصب عنكم وحاسين بالظلم، ومدير فني ما قدرش يلعب على النقطه دي يشيلها من عندكم. لكن الحمد لله على كل شيء، اللي جاي افضل ان شاء الله. وبس، سلام.